شعرنا بالفخر لاستمرار الاداء البطولي الرجولي لمنتخب مصر بعد اداء على ان المنتخب المغربي في دوره 2022 بقطر فتح الطريق، فتح الشهيه، اظهر المسار الذي يمكن ان تمشي فيه المنتخبات العربيه، وهي الان افضل نسخه من حسام حسن المدرب في هذه الفتره، ولعل هي المخالفه محضر شرطه وفي امكانيات صريحه. المغرب لها دور كبير في النسخه السابقه طبعا في تشجيع المنتخبات العربيه بالتاكيد يا نرحب سريعا في اكبر نخبه من الصحفيين المميزين في حلقه اليوم، بدر الدين الادريسي، نبيل تليلي، مساعد العصيمي وصابر الغراوي. اهلا وسهلا بكم ومساء الخير. اهلا بك مشاري، مساء الخير وكل عام وانتم بخير جميعا بمناسبه السنه الهجريه الجديده باذن الله، باداء بطولي ورجولي لنجوم منتخب مصر حقق المراد، وكان هناك أمل في 3 نقاط كذلك تاريخية لمنتخب مصر، وأحرج البلجيك. نتابع أبرز ما جاء في هذه المواجهة ثم نقاش مع ضيوف. حرمت المنتخب المصري من تحقيق أول انتصار له في المونديال بعد التعادل مع بلجيكا. فعلا مصر بأداء مزيكا أحرجت بلجيكا. رأيك يا صابر في هذا الأداء، خصوصا أن مصر لأول مرة تتقدم في كل مشاركاتها في شوط أول لهدف والأروع لإمام عاشور. صحيح كانت افتتاحية حبست الأنفاس الحقيقة، لأنه منتخبنا لم يكن مجرد منافس في الميدان، بل كان ملكا متوجا على أرض الملعب. كبرياء، أهم ما في هذه المباراة ان الكبرياء عاد ليزين قميص المنتخب المصري، عاد ليزين، اذا كان الاتحاد الدولي اجبرنا على ازاله النجوم ال7 المتواجده على تيشيرت المنتخب المصري، فاحنا بالامس وضعنا الكبرياء مكان هذه النجوم. 90 دقيقه من الانضباط، 90 دقيقه من الجرأه، من الحماس، من القوه، من الاثاره داخل ارض الملعب، من فريقين بيقدمها مستويات من افضل ما يكون، ورساله رائعه قدمها المنتخب المصري: نحن لا نهاب احد، نحن لا نخاف احد. ومفادها وملخصها ان القطار المصري انطلق ولن يتوقف باذن الله الا في الادوار الاقصائيه. شعورك بهذا الاداء، شعورك بهدف امام عاشور؟ هدف امام عاشور انا شفته لغايه دلوقتي ما لا يقل عن 200 300 مره. يعني كل دقيقتين تجيبه تاني. حفظت اللي قاله الكابتن علي محمد علي مع كل وجبه 30 مره وهو بيعلق على المباراه، وهو بيقول، والحماس اللي كان بيعلق بيه على سمعت مساعد يقول لك مع كل وجبه بتشوف الهدف 30 مره 30 مره في اليوم. لا، مع كل وجبه 30 مع كل وجبه 30 مشاهده. امانه الشعور فخر امس الاداء المصري يا صابر. منك الى مساعد إذا تسمح لي، لأن الحديث راح يكون طويل، وخصوصا احنا كعرب شعرنا بالفخر لاستمرار الأداء البطولي الرجولي لمنتخب مصر بعد أداء أغلب المنتخبات إذا استثنينا المنتخب التونسي يا نبيل، وما نتمنى أن يعود إن شاء الله بعد رحيل صبري الأبوشي. نعود إلى مصر بإذن الله. أكيد. شوف، اللي شاهد المباراة أمس شاهد فريق منتخب الحقيقة منتخب غير. المصريين كانوا يستحقون الفوز امس. يعني احنا لما نجي نقول لك لا والله كان كلا الفريقين لهم فرص، لا المصريين كانوا اكثر. انا اللي لفت نظري بالمنتخب المصري التكامل بين اللاعبين، لاول مره اشوفه. الجانب الاخر انه مهام محمد صلاح امس، مهام محمد صلاح، لا يعني تمريره محمد صلاح لامام عاشور. نعم. يعني صراحه امس تنطرب بالمصر. غير التمريره هذه. شو محمد صلاح هو اللي ينطلق دائما من منتصف الملعب بالكره، كان صانع اللعب والموجه الاول للمنتخب بدور. اعطى التصور انه محمد صلاح اللي حصل له في الفتره الاخيره مع ليفربول كان غير جيد. هذا محمد صلاح اللي شفناه والقيمه الفنيه العاليه، حتى انه محمد صلاح في مباراه امس تقييمه عالي جدا، حتى انه صار في المباراه كلها لانه امام سجل هدف. يعني ابيك تعبر عن الهدف. شوف، واحنا نشاهد الهدف من تمريره محمد صلاح، خصوصا امام حارس مخضرم كورتوا. طيب، سجل امام عاشور. لو قلت لك ان مثل هاللقطه دي تكررت مرتين ثلاث للمنتخب المصري، بس احيانا يكون المدافع قريب ويفسد التوجه. ليش؟ لان هذه تدربوا عليها المصريين، تدربوا عليها بشكل كبير. يعني احنا شفنا منتخب الحقيقه البلجيك، الكل يتكلم عن بلجيكا انها ستصل الى ادوار متقدمه وانها ستتفوق، حتى قارنوها بفرنسا، قالوا انه البلجيك الان القيمه الفنيه. لكن مصر امس الحقيقه قدموا الشيء اللي احنا بصراحه ابهرنا واسعدنا كما ذكر مساعد. صحيح، واعتقد على اننا الان نضع تاريخ جديد لكره القدم العربيه، عهد جديد تنمحي فيه العقد، اننا في كل مره نواجه منتخب اوروبي او حتى امريكي لاتيني ونقول يا ترى بكم سنخسر هذه المباراه، على الاقل نتمنى نحقق فيها التعادل. هذا كان سابقا. الان تغيرت الامور. بالامس
بالشخصيه، بالهويه، بالروح المصريه، بالعزيمه، استطاعت مصر أن تقدم واحدة من أجمل مبارياتها في نهائية كأس العالم، وفي ذلك عبرت على إمكانياتها البشرية وإمكانياتها الفنية. يا سيدي الكريم، امبارح أنا كنت أتمنى من صميم قلبي أن أبو مكة يهدى له في يوم عيد ميلاده الفوز بأول مباراة لمصر في نهائية كأس العالم. ما حدث هذا الامر لغايه الاسف، لانه المنتخب المصري سجل الهدف الاول من خلال الامام عاشور، واتصور ان تسديده امام عاشور لم تسددها قدمه لوحده، سددها مليون قدم مصري، لانه القوه اللي مشت بها التسديد امام عاشور لم تترك اي حد لعملاق اسمه تيبو كورتوا انه يصد هذه الكره. فانا اتصور على أننا حطينا الأمور في سياقاتها الطبيعية. اليوم عندما تنظر إلى كل المنتخبات العربية توصل إلى حقيقة أننا أصبحنا نثق في قدراتنا وفي إمكانياتنا. يا قد رجل، يكون المغرب لها دور كبير في النسخة السابقة طبعا في تشجيع المنتخبات العربية ووصولها إلى اليوم أن تقارع أكبر المنتخبات، بالتأكيد يا مشاري، بداية من قطر مع سويسرا، وكذلك المغرب أمام البرازيل والسعودية أمام أورجواي وكثير، ومصر قدمت أداء ولا أروع بطولي أمام بلجيكا. أنا قلت في الأول، أنت تذكر أننا نحن نتكلم عن المجموعات ونقيم حظوظ العرب، المنتخبات العربية. صحيح. قلت على أن المنتخب المغربي في دورة 2022 بقطر فتح الطريق، فتح الشهية، أظهر المسار الذي يمكن أن تمشي فيه المنتخبات العربية، وهي الآن بتمشي فيه. نتمنى أن القادم يكون أجمل إن شاء الله أجمل، لكن تمنينا أكثر من مرموش يا نبيل. أضاع أكثر من كرة. نعم هو حاول، نعم هو يريد أن يكتب تاريخ، نعم يريد أن يكتب مجد للمجموعة لمنتخب مصر يفرح المصريين، لكن أضاع. قد يكون قدم مباراة كبيرة، لكن الإنهاء نوعا ما يعني كان يحتاج إلى أكثر دقة في ترجمة الفرص إلى أهداف. أداء مرموش طغى عليه يعني الجانب الفردي، في لعب في نسبة من الأنانية في اللعب. يعني فما مهاجمين أحيانا قدرته وحبه للبروز وحبه معناه وسعيه أنه يفرح الجماهير المصرية يخليه أحيانا يمسك الكرة أكثر من اللازم، وربما يضيع فرص كان بالإمكان هذه واحدة من الفرص بشكل أفضل. تعامل جيد مع الفرص. هو لم يتعامل جيد. هو لو كان يعني جماعي في أدائه وفي لعبه كان ممكن يعطي إضافة أخرى أو حلول أخرى، أو ربما نتيجة إنهاء العمليات تكون أفضل من هذا. لكن معليش يعني المنتخب المصري يعني الأداء اللي قدمه البارح والنتيجة كانت ممتازة. أنا تتفكر مشاري، أو أنا الوحيد اللي كنت كهنت قلت منتخب مصر ومنتخب السعودية تحرمنا من هدية، لكن أحيانا في تعادل بطعم الفوز. صحيح. في أداء على الملعب أحيانا في تعادل يكون أقرب منه للفوز. أنا لما نشوف لأني ناخذ زاوية أخرى، نشوف الجماهير المصرية ونشوف الإعلام المصري ونشوف النقاد المصريين يتحسروا أكثر على إضاعة فوز، يتكلموا على إضاعة فوز أمام بلجيكا، ونشوف في المقابل وسائل الاعلام البلجيكيه حبيت نشوف يعني كان الامنيات ارتفعت. نعم. والامال كبرت بالضبط، وكذلك الطموح للمصريين. نعم. بشكل خاص ولجميع العرب في هذه النسخه الموندياليه اصبح واقع. وانت لو سالت اكثر من 50 مليون مصري قبل المباراه على النتيجه 1-1 يمكن ربما الكل شوارع القاهره. نعم. وواحد بنتكلم امس بالقاهره واسكندريه وكل مكان مناطق. انا متاكد دمنهور لكن شوارع القاهره بكل مكان انا متاكد امس عاشوا المصريين بشكل خاص وكل العرب وكل من كان حاضر وكل الوطن العربي سعيدين فخورين بهذا الاداء. صحيح، لانه كمان المردود الرائع، احنا دايما المصريين بيحبوا الكوره، تحب تلعب كوره، شكلك يكون حلو، مستواك يكون كويس، بتهاجم، بتلعب كوره. المنتخب قدم كل فنون الكوره، كل اللاعبين، ما اقدرش استثني لاعب، حتى الجهاز الفني حسام حسن عمل مباراه اسطوريه بالامس، كل التفاصيل الرائعه قدمها بالامس، حتى في التغييرات وفي انواع التغييرات. يعني طيب قبل التغييرات في مطالبه كانت لركله جزاء، رايك فيها؟ شوف، هي المخالفه محضر شرطه، المخالفه صريحه بنسبه 100%. هو يتبقى فقط مكان المخالفه فين. انا ما اقدرش احكم هل هي على الخط ولا بره منطقه بنشوفها معك دي، انا ما اقدرش. نبي قرارك وقرار الجميع. بنشوفها هل هي ركله جزاء ام لا؟
انا شفتها كتير الحقيقه يا مشاري وما أيوة. قدرتش، لانه محتاجه زاويه توضح لي هل المخالفه بره ولا على الخط. لو على عندنا الخط جايبين لك من كل هي- الزوايا هي- رايك. لا بس بدر عشان ناخذ الحاله من الجميع. صابر والله انا اعتقد انها اقرب تكون على الخط وبالتالي تكون ضربه جزاء، بس دي محتاجه تصوير. شوف يعني هو اللاعب رجلي جوه ورجلي صابر بره. حيرتنا. صابر انت معه خطا ولا مش اقرب لضربه جزاء؟ انا مش متاكد مساعد. من مكانها. انا اللي اشوفه إيه؟ انه تعمد منع اللاعب المصري بالتطويق عليه إيه؟ داخل منطقه الجزاء، ركله جزاء. يعني مساعد تكلم اكثر صراحه من صابر. يعني ركله أنا جزاء. مكانها مش شوف عمليه شوف هو المسك. لا مساعد اعطيتك يا صابر لان الكثير يتكلم. بقول لك كلمه انت الحكم للاسف حتى ما رجع للفار، ما شفنا حتى التشيك على الفار ولا شيء. يعني ركله جزاء. الان شوف اللقطه، اللاعب المصري تجاوزه إيه؟ خلاص بيطلع. إيه؟ عمليه التطويق يعني كانك تمسك صابر انت بتشرح انت نفس لا ما هي انا خاف ازلق فيها بشرح. طيب بدر لا يمكن ان ننسى جزئيه. لا نفس اللقطه. ايوه إيه؟ جزئيه ما تتعلق باللقطه يا طيب. شاري. ان اليوم قانون التحكيم تغير. الاعتراضات هذه اللي بنسميها بالفرنسي لوبستريكسيون، يعني اوبستريكشن، يعني مش بلنتي. ما عادت تحتسب. شوف حسام شوف حسام حسن. شوف هي مش اعتراض. لكن حتى مثل الحكم وراح وقال الحكم مسك اللاعب. يا سيدي انا اواصل تفضل. تفسير الحاله. في حاله الاعتراضات هذه اصبحت لا تحتسب من عند الحكام. شوف لكن هذا يا مشاري، هذا مسك. ايوه جميل. يعني هذا مش يشرح حسام حسن الحكم. إيه صحيح. طيب. يا اخي إيه؟ يعني ليس اعتراضا، هذا شرع في المسك. إيه؟ بمعنى ان المدافع البلجيكي امسك باللاعب المصري. طيب. فبالتالي هل تمت العمليه؟ انا بشوف العمليه كانت على الخط. يعني مش هو اللي بتخلي بدر يعني لا مش ضربه جزاء. خلاص تكلم بصراحه. خطا مباشر. بدر يشوف انها مو ركله جزاء، صابر ركله جزاء، مساعد ركله جزاء. رايك في رده فعل حسام حسن؟ يعني صراحه كانت يعني موقف طريف وجميل ولا يلام، لان كثير يتفق مع حسام حسن ان هناك مطالبه وحقيه وظلم قد يكون في قرار الحكم والفار في عدم احتساب ركله جزاء. يا نبيل طبيعي جدا. يعني حسام حسن هو تلقائي، هو شخص تلقائي، هو شخص رباح، يعني يحب يربح في أي لعبه. فالعفويه نتاعو طغات على هذا، فتصرف بكل عفويه، لانه حسام من المدربين اللي يعيش المباراه، يعني على الدكه يعيش المباراه. طيب قرارك انت ونحن نشاهده. انا رايي ضربه جزاء، وكان على الحكم اقل شيء انه يرجع للفار للتاكد. اذا الفار قال الفار اكد نسبه. يا نبيل لم تناديه غرفه الفار ليستمع بس ما قاطعك. يكمل نبي يعطيك. لا نبيل ايه؟ لأن انت تركوك وحيدا في قرارك وهم ولهم قرارهم ورايهم. تفضل. كنت افضل انه غرفه الفار تنادي الحكم وترجع للقرار، ويكون قرار ما استدعوا لنا خارج المنطقه. خارج المنطقه مخالفه المفروض انه على الاقل، يعني فيها شك. هي واضح. يعني احنا بنتكلم لانه فيها شك، صح ولا لا؟ مشاري فيها جدل. لاعب جوا رجله جوا المنطقه، اللاعب الاسباني يعني ركله جزاء. يعني المخالفه استمرت. بس شوف احنا نوصفها بس كده. شوف نوصفها بالشكل بعد اذنك، نوصفها بالشكل. لما زيزو رقص المدافع كان رايح كده. ليش ما تشرحها مع مساعد؟ لانه يشرحها مع مساعد. انت جنبك يعني مساعد. لا خليها بعيد عنك عشان نفهم. يعني ده المدافع مشاري وده زيزو رقص وجاي كده باقصى سرعه، والمدافع مندفع كده، فالطبيعي انه ده يروح مترين كده وده يجي مترين كده. ممتاز. المسك هو اللي وقفهم. ممتاز. طيب ده متفق معي على ان على الخط. متفق على الخط. يا بدر عشان الوقت يا صاحبي. يلا تفضل. خروج محمد صلاح، هل خروج طبيعي؟ مساعد أم هناك زعل لمحمد صلاح بالخروج؟ شوف ونحن نشاهد اي لاعب طبيعي لما يشوف، او هو متاثر لرغبه داخليه، بالعكس هو انعكاس تاثير. انا اقول لك ايش اللي صاير. اي لاعب حتى لو لاعب ناشئ، انت لما ترفع لوحه التبديل هل هو يبتسم كذا ويكون سعيد؟ لا. عمليه التجاهم شفناها من محمد صلاح، انه تجهم يوم شاف اللوحه، لكن تصرفه في الخروج ومقابله زملائه ومدربه كان مثالي ورائع. الجانب المهم، يعني زعلان محمد صلاح على نفسه ولا زعلان؟ لا انه ما توقع التغيير. في نقطة مهمة ترتبط بالتغيير. لا بس عشان نفهم. انت يعني ما تجهم محمد صلاح في البداية أول ما رفعوا له التغيير. زعلان على نفسه؟ لا. ولا زعلان من قرار المدرب؟ لا انه ما يبغى يتغير. بس انه هذه واضحة. هذه ردة الفعل. شوف ردة الفعل
دائما في ناس ممكن يكون زعلان على نفسه. صحيح، نحاسب عليه لما يجيك واللي نشوف اللي طيب يرفس. شوف هنا هو طالع بالعكس، يمكن بالعكس هو لعب باص وراح للحكم، وهني هو اللي شوف هو اللي زعلان ما يمسك محمد حسام. لا زعلان من بس خلنا بتكمل. لا بتكمل لان الوقت اعطيتك انت تقول خلاص زعلان. طيب انا عندي نقطتين لان في وقت وفي صابر. احسبها 10 ثواني. يلا تفضل قول. ضيعت. يلا خلاص ضيعت. لا برجع. يلا قول. شوف النقطتين انه ردة الفعل اللي خارج الملعب الاعلام المصري او بعض الاعلاميين وليس ممتاز. ليش حسام يغير؟ حسام يوم غير صلاح تغيرت طريقة اللعب، اصبحت الكرات المرتفعة هي الاساس. ممتاز. يعني غير يعني مدرب صح. ممتاز. صابر. شكرا لحسام انه يمتلك الجرأة انه لتغيير لاعب بحجم محمد صلاح، وشكرا لمحمد صلاح على الالتزام والامتثال. انا ما اقدرش الومه على ان هو زعلان من جواه، طالما لم يخرج عن النطاق العام في تصرف اخر، يبقى انا بشكره على تصرفه، وطبيعي انه اللي اخراجه لانه حسام عايز يحافظ عليه، لانه اللي قادم كمان هيكون اصعب. طيب في المباريات المقبله نستمع لحسام حسن ماذا قال. اول تجربه مع بلجيكا، الحمد لله والشكر لله طبعا، وسعيد بلاعيبتي وان هم بيتطوروا بالشغل اللي انا عايزه من بقالي سنتين، بحاول ان انا ارسخه في ذهنهم ونشتغل بيه والتكتيك وفي كل حاجه، ان هم يبقى بنلعب كره مختلفه مع اي حد. واصريت ان انا العب مع منتخبات كبيره في قبل كاس العالم. النهارده بلجيكا من ضمن الخمس ست سبع منتخبات، احسن منتخبات في العالم واحسن لعيبه موجوده عندهم، واحنا اللي بدانا بالهدف الاولاني وهم تعادلوا. اعتقد ان احنا كنا اقرب للفوز، الفرص بتاعتهم كانت تكون احنا في صالحنا اكتر. لينا ضربه جزاء اللي انا مستغربه انه ولا في فار ولا في الحكم فكر ان هو يعيد اللي يبص على الفار او يوقف اللعب، لكن دي في ضربه جزاء 100%، لو علينا تتحسب. لكن في النهايه انا بتكلم عن مباراه كتوتا، انا سعيد وراضي على اداء لعيبتي مع الجو اللي احنا بنشتغل فيه ده على الفرقتين. لكن انا بقول للناس ان زي ما قلت في المؤتمر الصحفي، لا احنا منتخب مصر مش قليل، حتى لو كنا خسرنا لا علينا بصمه وهنشتغل. والتطور اللي انا بفضل الله انا اشتغلت بيه من السنتين وظاهر على الفرقه، وبنلعب كره مختلفه عن السنين اللي فاتت، هو ده الاهم. ولسه بنتطور، وزي ما قلت لك في المؤتمر الصحفي احنا عندنا 3 مباريات، ال3 مباريات مهمنا ان احنا نعدي الدور الثاني. إذا كلام جميل معبر. مصر أصبحت مختلفة، تلعب بطموحات كبيرة، بأمال كبيرة، بفخر واعتزاز كما عنون، واضح من خلال الأداء. انا بنشوف، انا قلت لك في بدايه حلقتنا، انا بشوف افضل نسخه من حسام حسن المدرب في هذه الفتره، ولعل المباريات الاخيره حتى الوديه امام السعوديه وامام اسبانيا وامام البرازيل كان واضح لمساته. امبارح قدم كل تفاصيل التالق حسام حسن، كل التفاصيل، سواء تغييرات من خارج الملعب، لاعب مكان لاعب زي ما شفنا كريم حافظ مكان احمد فتوح، تغييرات من الخارج واتباع تغييرات من الداخل زي ما شفنا لما نزل رامي ربيعه مكان امام عاشور واعقب. لا امام عاشور رجل المباراه. رايك في امام عاشور خصوصا صاحب الهدف بامكانيات عاليه في مساندته الدفاعيه، والاهم هو تسجيل هدف ساهم بهذه الفرحه؟ نفسيا ركب مصر على المباراه منذ البدايه، لما كان بيستلم الكره في نص الملعب وبيراوغ لاعب واثنين، حسسنا وحسس اللعيبه داخل ارض الملعب ان احنا افضل وان احنا نقدر نسيطر على مجريات اللقاء. امام عاشور والله اكثر لاعب انا شفته في المنتخب المصري كان لاعب يعني بهدوء تام، وكان يعبر على شخصيته، يعبر على امكانياته. هذا الولد انا كنت شفته مع النادي الاهلي، دائما لاعب مميز ويجيب في لحظات صعبه جدا، غير محظوظ سابقا في اصابات، لكن اليوم انصفته في اكبر البطولات. طبعا لما تسجل في كاس العالم اعتقد على ان ده حلم اي لاعب انه يسجل في كاس العالم. شاهدنا دموع اكثر بالمناسبه في الإصابة. لكن سبحان الله يعني في الوقت المناسب والتوقيت المناسب وهدف يعني تاريخي. لكن امام عاشور هو صوره من فريق، صورة من فكر مدرب، نعم. صورة من شخصية فريق. أنا أتفق مع صابر أنه لما يقول على أن حسام حسن تطور ومعه الفريق تطور، وأنا قلت في البداية على أنه بالشخصية وبالهوية المنتخب المصري جميل. تفوق على المنتخب البلجيكي. هذه الشخصية وهذه الهوية غالبا ما يأتي بها مدرب وفكر مدرب. أفضل لاعب في هذه المواجهة إمام عاشور صاحب الهدف المصري، أصبح رابع لاعب مصري يسجل في المونديال بعد عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح. آراء الجماهير المصرية السعيدة الفخورة